صباح الخير وتعالى اخدكم معايا في يومي النهارده. بقالي كذا يوم بعمل معاكم فطار حلو، بس الصراحه النهارده صحيت ما كنتش قادره اعمل فطار فعملت اندومي. بعدين اخدت شاور سريع، كنت موديه المصليات تتغسل في دراي كلين فلسه واصله فرشتها وصليت. بعدين بدات اعمل شاور افتر كير سريع قبل ما ادخل على فقره الغدا. ما كنتش عارفه اعمل غدا ايه، بس كنت عايزه غدا سريع عشان وقفه المطبخ في الحر وفي نفس الوقت يكون طعمه حلو. عملت رز مبهر بالدجاج على الطريقه الاسبانيه، ودي طريقه عمر في المطبخ. وانا ببص على الرسائل لقيت بنات كتير بعتالي ان هم عندهم مشكله في الثقه بالنفس. بصراحه ومفيش زرار بنضغط عليه فجاه بنبقى واثقين، هي رحله وكلنا بنعدي بيها. بس في شويه حاجات ساعدتني اثق في نفسي واحده واحده. اول حاجه واهم حاجه يا جماعه هي الانجازات، ان انت تكوني بتعرفي تعملي حاجه، وانس ان انت تعرفي تعتمدي على نفسك وتعرفي تعملي حاجه هيديكي ثقه في نفسك رهيبه بجد. تاني حاجه يا جماعه وهي مهمه قوي، وهي ان انتوا ما تقارنوش نفسكم بحد. كل واحد فينا ماشي في طريق مختلف، وكلنا عندنا حاجات بنحاول نشتغل عليها. وانس ان انت قارنتي نفسك بحد وانت مش نفس الظروف، مش نفس البيئه، مش نفس اي حاجه، كده كده انت الخسرانه. تالت حاجه يا جماعه وهي الطريقه اللي انتوا بتفكروا فيها، يعني بدل ما تقولوا انا مش بعرف، انا فاشله، انا ما اعرفش ايه، لا عادي قولوا انا بتعلم، خير، هنحاول تاني. صدقوني بجد بتعمل فرق كبير قوي. رابع حاجه وممكن حد يشوفها حاجه تافهه، بس يا جماعه بتفرق قوي، طريقه لبسكم، ريحتكم، نظافتكم الشخصيه، ان انت كده تكوني مهندمه ريحتك حلوه بتفرق جدا. وبالراحه كل ما تهتمي بنفسك اكتر تطوريها تكوني قريبه من ربنا، واحده واحده بجد من غير ما تحسي هتلاقي الثقه بتزيد. بس ده كان يوم النهارده، اشوفكم بكره في فلوج جديد.